بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن مخلل الخيار. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، واهم حاجة ان القرشة بتاعتنا بقى. طيب معانا كده خيار زي ما انتم شايفين، بيكون الخيار البلدي المتوفر في قلب السوق. كل ما بيكون الخيار معاكي صغير كل ما بيكون النتيجة بتاعته كويسة جدا، يعني تجيبيه صغير ورفيع كل ما هيديكي نتيجة كويسة. انا هخلي كمان معاه فلفل اخضر، وده على حسب الرغبة. بالنسبة للخيار طبعا انا غسلاه كده ومصفياه كده على مصفى. وبالنسبة كمان للفلفل انا عاملة نفس الحكاية. ببتدي بس ان انا اشيل حتة من العنقودة بتاعة الفلفل من فوق، وبديه كده ثقب او فتحة في قلب الفلفل، عشان يلحق ان هو ياخد من المحلول الملحي ويستوي مع الخيار. طب احنا عارفين ان الخيار هيستوي يعني في خلال 3 ايام او 5 ايام بالكتير قوي، هيكون مستوي معاكوا زي الفل. طيب هنا بقى انا هجيب البرطمان، والبرطمان هنا المتوفر عندك سواء ازاز بلاستيك اي حاجة. هبتدي ان انا كده ارص الخيار مع الفلفل في قلب البرطمان كده. بعد ما حطيت الخيار والفلفل زي ما انتم شايفين، هبتدي اعمل المحلول الملحي. وهنا لازم تكوني غالية المية قبل كده وتبرديها. هنا هحط كوبايتين من المية. المج ده عبارة عن 200 ملي من المية، يعني انا حطيت هنا 400 ملي من المية. وعلى كل مج حطيت معلقة ملح كبيرة، معلقة بقى كمان سكر صغيرة. وبحط كده ربع فنجان قهوة خل، وبحط كمان عصير ليمونتين، ومعلقة من هريسة الشطة سواء الحارة او الباردة. لو مش متوفر عندك تجيبي قرن احمر وتضربيه في الخلاط وتقدري ان انتي تضيفيه. هنحط المحلول الملحي لحد ما يغطي كده الخيار والفلفل. لازم كده تغطيه بالمحلول الملحي. بعد كده هجيب شرايح من الليمون وهبتدي ان انا احطها على الوش كده من فوق. بعد كده بقى هغطي البرطمان بكيس من البلاستيك. وبعد كده هبتدي ان انا اقفل بالغطا واسيبه بقى كده في المطبخ في مكان دافي من 3 ايام ل5 ايام، هيبتدي يستوي معاكي. بعد كده ده بعد مرور 5 ايام بالظبط كده. بصوا بقى الخيار اهو زي الفل يا جماعة، مستوي في منتهى الجمال. والفلفل بتاعنا كمان استوى بسبب الفتحة اللي احنا كنا عاملينه، ساعد على السوى بتاعه. ده كده الخيار والفلفل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.